بس هذا قلت لك اول قرار فاشل هو مال الناشئين. فتره الكابتن عدنان هاي الاربع سنوات اكيد انت كان عندك والله تواصل بيها يعني، بس وصولنا لكاس العالم سد السلبيات كلها. وصلنا يعني كانت سلبيات هواي كانت. هواي سلبيات طبعا، سلبيات هواي. يعني احنا المدرب، تغيير المدربين. اي يعني هواي شغلات، يعني مو كل واحد كل عمل هسه واحده من حتى نقل الملاعب للانديه هم هسه اللي جاي نعيشها، هاي هم واحده من السلبيات الاتحاد السابق. هاي هسه نادي الملعب الميناء، انا راح انقل الصور، هذا ملعب نادي ايضا واحده من السلبيات. شوف احنا خاف الناس ما تدري. نعم. ترى لا اسعد العيداني ولا غيره ولا وزاره الشباب سوت هذا الملعب. بطوله الخليج اساسا انا سويتها بالبصره، خلي اهل البصره يدرون. نعم. انا التقيت بطوله 25 صارت. نعم. رحنا وفد من الحكومه العراقيه، وزير الشباب وباسل عبد المهدي وانا وعمو بابا. ذول الشيوخ يقول لك انا شوف على حكي احمد الفهد. نعم. قال كابتن هادي يعني انتم لا عندكم ملاعب، لا عندكم فنادق، لا عندكم هذا، حتى خوالي انا والله خوالي بالزبر. قلت له يابا شيخ انتم بس وافقوا، هو شيخ عيسى كان قاعدين قال انتم بس وافقوا ورا سنتين ورا 4 ورا 6 من هذا. محمد بن صبوح الله يرحمه جايب شو اسمه هذا المخطط مال الملعب، انطونا موافقه. نعم. حتى اللي يمكن بوقت رئيس الوزراء المالكي انه حتى الشارع طريق من بصره الدولي الى شو اسمه النجف الى كربلاء، وهذا الملعب احنا البطوله انت اللي والبطوله انا سويتها. لا احد يتبجح يقول انا سويتها، والله قلت له ما يخالف، احنا بس اعطينا موافقه وماكو شغله. يا عمو يحكي مسيحي وين يعرفون؟ وزير ما يعرفون الوزير هم، بس احنا لان علاقتنا بهم كبطولات الخليج، شيخ عيسى وشيخ احمد والسعوديه. زين كابتن العزيز.